تعرف ان ممكن اخد نبرة صوتك واركبه في اوضاع مختلفة بصوتك واضيف كلام من عندي انت ما قلتوش وابدأ من بعدها ابتزك. ساعتك بتكلمني؟ ابسطها لك، اخد صوت ليك متسجل على الواتس او مكالمة مثلا واديه للذكاء الاصطناعي واكتب كلام قبيح واقول له اعمل الكلام ده بصوت الشخص ده. وده نفس اللي حصل مع صانع محتوى اسمه جو موسى، شخص ابتزه ومعاه تسجيلات ليه بصوته كلام قبيح جدا قايله وهو اصلا ما قالوش. يا نهار ازرق. متخيلين اللي وصل ليه الذكاء الاصطناعي؟ انت ممكن ترجع صوت وصورة لشخص متوفي، تجيب صورة للشخص وتجيب نبرة صوته وتعمل فيديو كامل عنه، فيديو اكنه اصل بالظبط. ممكن تعمل عنه فيديو بورنو مثلا انت هتشوفه اكنه هو فعلا. الشخص ده هيتفضح وكل ده مش حقيقي. ده في مجموعة من العلماء طالبوا بوقف اي تطور تاني في الذكاء الاصطناعي لان الثقة هتكون معدومة في الجميع وهيحصل كوارث لا حصر لها.